في المركز الخامس تيجي دولة غانا بحجم إنتاج سنوي حوالي 535 ألف طن من الأسماك كل سنة. في المركز الرابع تيجي دولة جنوب أفريقيا بحجم إنتاج سنوي حوالي 630 ألف طن من الأسماك كل سنة. في المركز الثالث بقى تيجي دولة نيجيريا بحجم إنتاج سنوي حوالي 1 مليون طن من الأسماك كل سنة. في المركز الثاني تيجي دولة عربية شقيقة وهي دولة المغرب بحجم إنتاج سنوي حوالي 1.4 مليون طن من الأسماك كل سنة. في المركز الأول تيجي الدنيا مصر بحجم إنتاج سنوي محترم جدا وهو حوالي 2.1 مليون طن من الأسماك كل سنة. وتعالى كده بقى أقول لك كم معلومة عن إنتاج الأسماك في مصر. مصر بتستهلك لوحدها 2.5 مليون طن من الأسماك كل سنة، وعندها اكتفاء ذاتي في السوق ده بالذات بنسبة 85%، وهم ال 2.1 مليون طن من الأسماك اللي بتنتجهم مصر. يعني مصر عشان خاطر تكفي حجم الاستهلاك المحلي بتاعها فبتستورد حوالي 400 ألف طن من الأسماك كل سنة، زي سمك الرنجة والماكريل والجمبري، وجزء كبير من الواردات دي بيجي من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وحجم الواردات دي بيوصل ل 500 مليون دولار سنويا، وده يعتبر طبيعي بالنسبة لدولة بحجم مصر. المعلومة الأخيرة اللي حابب أقولها لك إن مصر تعتبر من أكبر 20